شايفه ايه؟ لا انا عاوزاك انت يا رب. يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك، البسي اللي انت عايزاه واتكلمي مع اللي انت عايزاه وانطلقي واطلعي الرحلات اللي انت عايزاها. لا انا عايزاك انت يا رب. طب وبعدين وتيجي الضربه القاصمه والمفاجاه، صلح الحديبيه، لما النبي اتصالح مع المشركين على ان ما فيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرده للمشركين. ام كلثوم وقفت في صدمه، ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده، لازم تهاجر. بس هتهاجر ازاي لو اهلها عرفوا يقتلوها؟ وهتهاجر الطريق من مكه للمدينه الوحيده ازاي؟ ما تقدرش تقول لحد، ما تقدرش تعلن قدام حد. وامها واخواتها عماره والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشأت فيها، ولو راحت هناك والرسول ردها تبقى مصيبه، هيذبحوها على طول. طب هتعمل ايه؟ بس ما عادش ينفع تاخر اكتر من كده. تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه ما فيش حد في التاريخ، ما فيش امراه في التاريخ عملتها، وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينه. ام كلثوم على فين يا ام كلثوم؟ على ربنا. على فين يا ام كلثوم؟ على فين يا بنتي يا شابه يا صغيره اللي سبت كل حاجه عشان ربنا؟ على فين؟ سايبه امك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. سايبه وطنك ورايحه على فين؟ على طريق ربنا. سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. انا اخترتك انت يا رب، انا مش هاخير بينك وبين اي شيء الا وهختارك انت يا رب. انا اخترتك انت على كل شيء في حياتي يا رب، انا جايالك عاوزاك انت يا رب. ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينه، واول ما توصل للمدينه تحصل الصدمه لاهل المدينه كلهم. هيعملوا فيها ايه؟ هيعملوا ايه؟ يردوها؟ هيقتلوها؟ طب وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام هياخد قرار فيها ايه؟ والصحابه قاعدين كلهم مستنيين. ام كلثوم هنرجعها ازاي؟ هنرجع اللي ضحت بكل حاجه عشان ربنا ازاي؟ وهي واقفه مستنيه والنبي مستني والصحابه مستنيين، ويصدر القرار من فوق 7 سماوات. ينزل الملك سيدنا جبريل 7 سماوات بقرآن، بصورة كاملة من صور كتاب الله، صورة كاملة على اسم ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، صورة كاملة ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها، اوعوا ترجعوها، حتى لو قامت حرب بينكم وبين مكة اتقتل فيها الاف المسلمين، حتى لو سال دمكم كلكم، حتى لو اتقتلتوا كلكم، اوعوا ترجعوا ام كلثوم. ربنا ينزل سيدنا جبريل بصورة الممتحنة، الممتحنة اللي هي ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار. انتهت القضية، ينزل القرار السماوي في شأن ام كلثوم ان دي ما ترجعش، الكنز ده ما يتفرطش فيه، النور اللي في قلبها ده ما يتسابش يضيع ابدا، وتهاجر ام كلثوم لله ورسوله، وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصورة دهيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف، من احسن الصحابة دينا ومن اغنى الصحابة، جوازة ما فيش واحدة تتمناها، ما فيش واحدة تحلم بيها، جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا اختي، يا بنتي في الله، يا حبيب قلبي، يا اخويا، يا شباب، يا شباب، احنا مش عايزين نبقى زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، مش عايزين نتحدى الدنيا كلها، مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا، نكسر كل الشهوات اللي حوالينا. الواحد هيتجنن، هيتجنن. شباب امه محمد وصلوا للدرجه دي ازاي؟ النت الواحد ما هوش عارف يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحدث ويلاقي حاجات غريبه. الدش ما هوش عارف يقلب على قناه اسلاميه قبل ما يجي لك 20 قناه بصور ما يعلم بها الا ربنا. الشارع ما عدناش عارفين نمشي فيه، ليل الخميس والكورنيش وشو لبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكاسيت والكره السياحيه. ايه يا جماعه؟ الارض ارض المسلمين اتملت بالضلال ده كله ليه يا جماعه؟ يا شباب الاسلام عمرتوا الارض بالمعاصي ليه؟ يا شباب امه محمد على فين؟ خد بالك، كل واحد له وجهه في الحياه، لو انت ما انتش عارف انت رايح على فين، في حد جاي عليك، ملك الموت جاي عليك، اوعى تغفل، لازم يبقى ليك وجهه في الحياه. هدف السلسله ديت ان انا اقول لك انك تختار. هدفها ان الطفل لما اتولد بداوا اهله يعلموه ان نص الدرجه الثانويه العامه دي كارثه، وان عقد العمل ده فرصه، وان الفلوس دي هي اللي بتحرك الحياه. انا جاي النهارده عشان اقول لك ان الفكر ده كله غلط. انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي نوصل للجنه، مش ازاي نوصل للفلوس في الدنيا، ازاي نوصل للجنه، السعاده، ازاي نوصل للسعاده. في ناس افتكروا ان السعاده في اللبس والمكياج والموديلات، نزلت ودفعت اهلها الوفات وخست نص وزنها وهي بتجيب الموديلات اللي هي عايزاها، وبعد كده ساعتين حمام كريم وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها، وفي الاخر نزلت لقوا الناس بيبصوا على بنت تانية اتعست واتقهرت. في ناس افتكرت السعاده في الفلوس، جرت وراها جري الوحوش، واما جت الفلوس ما لقتش نفسها سعيده.
سعيده. في ناس افتكرت السعاده انه يتجوز من بنت حلوه، ذل نفسه لابوها واخوها وعمها وخالها وجيرانها وما اتجوزها ما لقاش نفسه سعيد. انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعاده يا جماعه على فين يا شباب. على فين يا شباب؟ سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين، انكم تختاروا، انكم تعرفوا طريق الطاعه هيودي على فين وطريق المعصيه هيودي على فين، وتختاروا هتختاروا الطريق ده ولا لا، هتختاروا ربنا ولا لا، هتختاروا الدين ولا لا، هتختاروا طريق رسول الله وحوض رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا، هتختاروا انهي طريق من الاثنين يا شباب؟ على فين؟ لازم ناخد قرار، لازم نتغير، لازم ننقل نقله خطيره في رمضان ده اهو باذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقره في البرنامج بتاعنا، فقره التوصيات يا جماعه. التوصيات، السلسله دي سلسله محاوله لانقاذ شباب امه محمد اللي بعاد عن ربنا. قال لها طب الحمد لله ده انا منقبه والحمد لله انا ملتحي. لا يا حبيبي، نظام الاخوه على ما تفرج دول انا بكلمهم قبل ما اكلم غير الملتزم. انا بكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين، مش فاهم يعني ايه التزام. انا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز وجعلني مباركا اينما كنت، تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا، تبقوا شخصيات تغييريه، تغيري صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغيري انتمتك وتغير الدفعه بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكليه بتاعتك. انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كنتوا، تغيروا كل وسيله مواصلات تركبوها، تغيروا بلدكم، تنقذوا امه محمد. الرساله دي، السلسله دي للجميع، حتى الاباء والامهات فوقوا معانا يا جماعه. ده انتوا اللي ربطونا، انتوا اللي بتاثروا علينا باقل كلمه، انتوا اكتر موجهين في الامه ده. ايه؟ هاتوا ولادكم وسمعوهم. عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلاكسات، عايزين نبعت كلاكسات لكل الشباب. ابعتي كلاكسات لشلتك ولشلتك، ابعتوا كلاكسات بالايميلات، ابعتوا كلاكسات بالمسدات، ابعتوا كلاكسات بالمكالمات، ابعتوا كلاكسات بالزيارات. عايزين كله يفوق، كله ينضم لقافله انقاذ امه محمد، انقاذ شباب امه محمد. عايزين كله يفوق الليله. كل وظيفتنا كلاكسات، نعرف الناس كلها انها لازم تفوق، نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق. لازم الكلام، انا بقول كلام ايه؟ انا بقول كلام، الكلام ده مش هيتنفذ غير بيكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. كل ليله في رمضان لله عتقاء من النار. لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار، لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار. لازم ندخل بدايه حارقه، بدايه محرقه عشان نهايه رمضان تبقى نهايه مشرقه. لازم ننطلق الى الله يا شباب، لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين، نبقى عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياه. عايزين نعتق من النار يا رب. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل هذه الليله ليله عتق رقابنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ايقظ امه حبيبك، اللهم اهد امه حبيبك، اللهم انجد امه حبيبك، اللهم يا رب انصرنا. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه محمد في هدايه الشباب والفتيات والرجال والنساء والاطفال. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من امه محمد في نصره دينك في الارض. اللهم يا رب ايقظ قلوب الغافلين، اللهم يا رب اهد الحائرين والتائهين، اللهم يا رب ارشد الغافلين. اللهم يا رب خذ بنواصينا اليك، خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم يا رب اهدنا، اللهم انجد امه محمد، ايقظها، اللهم اغثها، اللهم انصرها. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا. تب علينا لنتوب، تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك يا رب. يا رب لا نرد، لا نرد بعد ان وقفنا على بابك. افتح لنا بابك، افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.